يا اهلا بيكم. ما زلنا بنتكلم على الامراض وعلى الجسد وعلى المشاعر وعلاقتها بالالوان. هنتكلم على التكويد. خلينا نتكلم انه الاكواد المرتبطه بالالوان هي كالتالي. لما نقول الوجع مرتبط برقم 1 ده معناه انه مرتبط باللون الازرق. لما نتكلم انه مرتبط برقم 2 يبقى ده مرتبط باللون الاخضر. نتكلم انه مرتبط برقم 3 يبقى ده معناه انه مرتبط باللون الاحمر. واخر لون هو اللون الاصفر وده مرتبط بالرقم 4. ليه بنكود؟ عشان نعرف لما نيجي ناخد المرض نشوف هو مرتبط بانه لون من دول فيسهل علينا بالظبط تكويد الارقام. قصه تكويد الامراض دي مرتبطه بجزء مهم جدا ليه علاقه بالتعامل معاها شعوريا وتكويدها وتوثيقها والتعامل معاها بعد كده، ولكن هو هنا احنا بس بنديها لمجرد معرفه لان اللغه اللي احنا بنتكلم بيها هي لغه الوان فنقدر نحولها بسهوله الى لغه ارقام. المعنى الاهم من التكويد هو تفسير بعض الامراض. فخلينا نقول ان احنا في الفيديو ده هنروح لتفسير بعض الامراض الشائعه ونشوف الشفره الشعوريه بتاعتها باستخدام الاكواد اللي احنا حاطينها. خلينا نشوف واحد من اهم الامراض المزمنه اللي مفيش حد بيخلو منها، الصداع. المشاعر المرتبطه بيه هي مشاعر مرتبطه بالقدره، مرتبطه بفقدان التحكم، وكمان بتكون احيانا مرتبطه بالغصب، انه الفكره مش قادره تطلع في الخارج. عشان كده هي مرتبطه بلونين او بكودين، اللون الاصفر رقم 4 واللون الاحمر رقم 3. احنا في الحقيقه بنشوف ده وبنحطه في منطقه متعلقه بتحليل الالوان، وبنقدر بناء عليه نعمل علاج. وبعد ما بنحط الاكواد دي بنقدر نعمل تشافي لمجرد ان احنا ننتبه للون المرض، لون الشعور، وبالتالي نقدر نتعامل معاه. القولون كمان هو واحد من امراض العصر، وخصوصا القولون العصبي يعني، وده في الحقيقه بيبقى مرتبط بمشاعر ليها علاقه بالخوف والتوتر والقلق المزمن، وعشان كده بنقول انه مرتبط بالكود رقم 4 اللي هو الامراض الصفراء. وبالتالي القولون هو جاي يقول ان في مواقف كتير جدا محتاجه ان هي تتهضم، ولو حضرتك مش قادر تهضمها ما تبلعهاش، ولو بلعتها اسمح لها بالسريان، اسمح لها انها تمشي. امراض الظهر واوجاع العمود الفقري دي واحده من اهم الامراض اللي منتشره اليومين دول، والمشاعر المرتبطه بيها هي تحمل مسؤوليات زياده عن قدرتك، وده بيعمل لك احساس بالتقل، تحس ان انت كتفك محني، ظهرك مش قادر تصلبه، وده بيبقى في الحقيقه شعور بعدم الدعم او فقدان السند. اللون ده مرتبط دايما بالقدره، مرتبط دايما بالعمود الفقري، مرتبط دايما بالعظم والعضلات والفقرات، وعشان كده هو مرتبط باللون الاحمر او الكود رقم 3. عشان كده لما تصاب بالامراض دي حاول دايما تحط جواك شعور بانه انا قادر اشيل الحمل ده، واذا ما كنتش قادر تشيله ففي الحقيقه محتاج تطلب مساعده، محتاج تخفف الحمل عن نفسك. بمنتهى البساطه كل ما تحس ان في شعور مفقود والعضو اصيب ابدا على طول دور على الشعور اللي يحل لك المشكله دي، مش بس بشعور، ممكن كمان بفعل، ممكن بسلوك، بس الاهم انك تكون قادر على اداره الشعور قبل ما تروح للسلوك. بعد ما حددنا المشكله، بعد ما حددنا الشعور، بعد ما قدرنا نحط الكود بتاعه، هنبقى قادرين ان احنا ننتقل لمرحله تانية، وهي مرحله تغذيه الجسم بالشعور المفقود، ودي بنسميها الجمله العلاجيه. في الجمله العلاجيه بنقف تماما قدام الكود بتاع اللون المرتبط بالمرض، وبنبدأ نوصل للجسم رسالة، شعور معناه انه بالرغم من اني مفتقد هذا اللون، بالرغم من اني مفتقد هذا الشعور، بالرغم من اني مفتقد هذا الكود، الا اني ما زلت أقدر ذاتي وأحترمها وأقدرها. الحالة دي بيبدأ الجسم يدرك احتياجه للشعور ده، ومع ذلك ومع احتياجه لهذا الشعور إلا أنه بيحس منك بالتقدير. الحالة دي بيبدأ سريان المشاعر إلى الجسم بشكل متزن جدا، ويبدا يتواصل مع العضو المصاب، ويبدا الجسم يوصل لمرحله الاتزان. ما تنساش ان احنا كل التمارين اللي كنا بنعملها هي انك توصل المشاعر باللون الى العضو المصاب. كل ما يكون عندك عضو مصاب قادر تعرف بالظبط الشعور المفقود تقدر توصل له اللون اللي يعمل له التشافي. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الحقيقه ولا هو سحر ولا هو دجل يعني، ولكن هو منطقه ترددات، هو وعي. جسمك بيسجل مشاعرك زي كتاب مفتوح، وكل عرض هو جمله محتاج انك تقراها، وكل ما تقرا الرساله اسرع كل ما التشافي يحصل اسرع. دي كانت امثله تطبيقيه بتوضح ازاي الامراض مرتبطه بالمشاعر، وازاي المشاعر نقدر نعبر عنها بالالوان، وازاي نقدر ندخل لجسمنا الوان بترددات تقدر تعمل تشافي للمشاعر المفقوده او المشاعر المضطربه. لو حسيت ان الكلام ده لمس قلبك، ولو حسيت نفسك شايف امراضك ومشاعرك بشكل واضح، فدي علامه انك فعليا بدات رحله التشافي، بدات فعلا. انا بدعوك انك تكمل معانا في الفيديوهات الجايه عشان تتعرف على نفسك اكتر، ولو حابب طبعا تشترك معانا في الكورسات، عندنا كورسات بتناقش الموضوع ده بعمق اكبر، ازاي تفك المشاعر المعقده، ازاي تشتغل على تحرير الصدمات بعمق، وتبني علاقه جديده مع جسمك ونفسك. في الحقيقه التشافي ما عادش رفاهيه، التشافي حقك الطبيعي. الخطوه الجايه بين ايديك. لو حابب تخلي رحلتك مع التشافي تتحول من
مجرد معرفه، تجربه شخصيه تعيشها وتلمس اثارها في حياتك، انضم لينا دايما، تعرف على نفسك وتشافى دائما. اشوفكم دايما بكل خير في فيديوهاتنا الجايه.